لما اروح اشتري طبق حلويات والاقي السعر مبالغ فيه، يبقى لازم اراجع نفسي 1000 مرة، ولازم اعمل الحاجة بنفسي في البيت. كل الحكاية كوبايتين سكر. ولو قلتلي السكر غالي هقولك ده احنا هنعمل حفلة حلويات، مهرجان حلويات بكوبايتين السكر ده. تعالى نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا. معانا كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين مية، عليهم معلقة من عسل الجلوكوز زي ما انت شايفة كده، بالظبط كده. وهننزل عليهم بشريحتين ليمون وهنسيبهم يغلوا. هنسيبهم قد ايه يغلوا؟ بعد ما يغلوا كده 10 دقايق بعد الغليان هنطفي عليهم، وكده الشربات بتاعنا تمام. تعالي بقى ندخل على الكريمة بتاعتنا اللي هنستعملها في الكنافة والجليش. معلقتين من الكاسترد ومعلقتين نشا، وعليهم معلقة حليب بودرة، واي نوع انتي بتحبيه استخدميه. عليهم كوبايتين لبن حليب زي ما انتي شايفة كده، وهنقلبهم. مش هنحط سكر عشان هنكتفي بالسكر اللي في العسل بتاعنا. هنقلبهم كده لحد ما القوام يتقل معانا. ايوه كده. يلا بقى هننقلهم في حاجة كده وهنسيبهم يبردوا على جنب، وهنغطي الوش بتاعهم كده. انا ماشية معاكم واحدة واحدة، بس اوعي تنسيني في الاشتراك وتعملي متابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد. وطبعا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وكومنت حلو منك يسعدني بقى، واعرف ان انتي دخلتي كده وشفتي وصفتي. هنجيب الكنافة بتاعتنا، وده كيلو من الكنافة. كيلو، ايوه كيلو، عشان انا هعمل صينية كبيرة هتكفي عيلة كاملة، يعني هنعمل صينية العيلة. ده كيلو من الكنافة قطعناه، ومش شرط تكوني حطاها في الفريزر قبلها بيوم ولا ساعة ولا اي حاجة. انا جبت الكنافة من عند الكنفاني على طول طرية وعملتها. عليها 4 معالق من سكر البودرة عشان توحد لنا اللون بتاع الكنافة ويبقى لون ذهبي معانا. هنجيب الصينية بتاعتنا، ودي صينية مقاس 35. هننزل عليها بالسمنة بتاعتنا كده، وصدقيني السمنة كده مش كتير، بالعكس ده انا موفره لك في السمنه افضل من ان انت تحطيها على الكنافه وتقعدي بقى تقلبي فيها وتشرب منك السمنه. كده تبقى خفيفه معاكي وهتطلع معاكي اجمل لون كنافه واحلى طعم. هنكبس الكنافه بتاعتنا كده بكوبايه زي ما انت شايفه او باي حاجه. ولو مفيش كوبايه او مفيش اي حاجه فاستعملي ايدك يا شاطره على طول كده. والكنافه معاكي لازم تتكبس علشان ما تفكش منك. ايوه كده. كده تمام. رشة سمنة خفيفة كده في الوسط. الله على الجمال. وطبعا السمنة لازم تكون ريحتها حلوة ومفحفحة عشان تديكي طعم حلو كده. هنرجع بقى ايه للحشوة بتاعتنا بالمضرب كده، وهننزل عليها ضربتين كده نفكها من بعض. ولو حسيتي انها تقيلة معاكي زودي نص كوباية لبن او كوباية لبن. الحشوة بتاعتنا في نص الصينية، يعني حاولي ما تجيبيهاش على الاطراف علشان ما تخرجش منك من الكنافة وتتحرق. هنسوي الحشوة بتاعتنا كده وهننزل بباقي الكنافة، ويا ريت تكون الطبقة اللي تحت اكبر من الطبقة اللي فوق عشان هنقلب صينية الكنافة بعد ما تخرج من الفرن. كده تمام. وسوينا الكنافة بتاعتنا وظبطناها، وحاولي ما تضغطيش عشان ما يخرجش منك حشوتك. ايوه كده. من على الوش بقى السمنة بتاعتنا، وهندخلها الفرن رفة اوسط درجة حرارة 200، وهتقعد معاكي حوالي ربع ساعة او تلت ساعة في الفرن، وهتطلع معاكي زي الفل. لفة الجلاش بتاعتنا بنقطعها بالشكل ده، اظن مفيش اسهل من كده. يلا سويها بالشكل ده كده وقطعيها. ادي 1 2 3 4. عملناها 4 مربعات. ايوه كده، يعني لا هتورقي ولا هتتهني زبدة ولا زيت ولا اي حاجة، هي بالشكل ده كده على طول. وهنعملها مثلثات. الصاج بتاعنا ندهنه الزبدة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، وننزل نرص بقى الجلاش بتاعنا. بس كده بس كده، ايه رأيك؟ مفيش اسهل من كده. وبرضه نسيتي تحطي لي اللايك بتاعك. هندخلها الفرن رفة اوسط، هتقعد معانا ربع ساعة، وهنطلع نحشيها كده اول ما تستهدى معانا كده وتبرد شوية. الجلاش بتاعنا هنحشيه بالحشوة بتاعتنا. التزيين حاجة ترجعلك، سوداني فستق ما تحطيش خالص، حاجة ترجعلك. هننزل بالشربات الدافي بتاعنا على الجلاش، وهنسيبه بقى يبرد عشان ناكل احلى جلاش. نرجع لصينية العيلة
وايوه صينية العيلة. عارفة ليه؟ عشان مقاسها 35، يعني هتكفي عيلة بأكملها كبيرة، وصحتين وعافية يا رب. هنشربها كده، وعايزة اقولك ان ما خدتش معايا غير 4 كبشات من العسل ده او السيرب، يعني 4 كانوا مظبوطين. بتحبي الكنافة طرية وعسلها كتير، زودي لها 1 كمان ويبقوا 5، وكده مظبوطة معاكي 10. تعالي بقى شوفي الجمال وشوفي الحلاوة والسمك بتاعها. كان نفسي تشموا ريحتها، بجد تحفة وجميلة جميلة بجد ما شاء الله، وهتطلع معاكي ناجحة من أول مرة. حتة واحدة ما تكفيش، ناخد حتة كمان. يلا تعالي بقى شوفي. وممكن نحط على وشها كده من الكريمة الكدابة اللي احنا عاملينها. كل الحكاية معلقتين نشا، معلقتين كاسترد، معلقة من اللبن البودرة، أي نوع بتستعمليه وهيطلع معاكي بالجمال ده. ايه رأيك؟ بذمتك ينفع تشتريها تاني من بره؟ أكيد لأ. حلاوة وجميلة، سكرها مظبوط، وما كلفتناش حاجة. أشوفكم على خير، وسلام عليكم.